تحياتي لكل اللي بيشوفونا واللي لسه هيشوفونا، وأنا أسمع معاكم في نوديو أسمع. بستنى دايما تعليقاتكم وآرائكم وأسئلتكم وطلباتكم. ده بيخليني أعرفكم أكتر وكمان بيعرفكم بينا أكتر، ويخلي حبل التواصل بينا وبينكم دايما واصل. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة من ألذ وأخف الكيكات اللي ممكن تجربوها. كيك الحليب الساخن، كيك طعمها هادي وسكرها مظبوط وقوامها ناعم، وهتحسوها غنية قوي. الوصفة دي هتعجب كل اللي جربها من أول مرة، ومكوناتها بسيطة ودايما موجودة في البيت. مقاديرنا: 320 جرام من الدقيق ويكون منخول، 250 جرام سكر، 125 جرام زبدة، كوباية من اللبن ساعتها 250 ملي، 4 بيضات، معلقة كبيرة من البيكنج باودر، معلقة صغيرة ملح. أول حاجة هضيف الملح والبيكنج باودر على الدقيق، وزي ما قلت يكون الدقيق قبلها منخول. هقلبهم مع بعض بمضرب يدوي، وده كمان بيخلي الدقيق كأني بنخله للمرة التانية. ولو مفيش مضرب يدوي تقدروا تنخلوه مرة تانية بمنخل عادي. في الوقت ده على نار هادية هسخن اللبن والزبدة ومعاهم الفانيليا، ونسيبهم لحد ما الزبدة تدوب والخليط يسخن كويس من غير ما نوصل للغليان. في الوقت ده اللي بيسخن فيه اللبن هنخفق البيض والسكر. هنخفق في البداية على سرعة هادية علشان الطرطشة، بعدها بنكمل على سرعة عالية من 7 ل 8 دقايق لحد ما القوام يبقى كريمي وفاتح. أول ما خليط اللبن والزبدة يسخن ويوصل لمرحلة قبل الغليان هنزله على طول، وهنزل بيه بقى على خليط البيض والسكر على مراحل شوية شوية علشان اللبن سخن جدا وما يطبخش البيض معانا. نكمل خفق بسرعة هادية لحد ما نخلص كل كمية اللبن. آخر حاجة هضيفها الدقيق على مرحلتين، هنزل بنص الكمية ونقلب على سرعة هادية لحد الدقيق ما يختفي معانا. بعدها بنزل بباقي كمية الدقيق ونكمل خفق على سرعة هادية. في الآخر بقى بمعلقة بلم الحواف وأتأكد إن مفيش دقيق عندي باقي في القاع. نصب الخليط في قالب مدهون بمسحة من الزيت ورشة من الدقيق. نخبط القالب كده على الرخامة كام خبطة علشان نخرج أي هواء. هخبز الكيك في فرن سخن مسبقا على درجة حرارة 170 لمدة ساعة. نطلع الكيك بعد التسوية ونسيبه يهدى 10 دقايق، بعدها بنخرجه من القالب ويبرد ونقطعه. وده بيكون شكله بسيط لكن طعمه حلو قوي، خفيفة ومتماسكة، وتنفع للضيوف أو جنب كوباية الشاي. جربوها وشاركونا رأيكم في التعليقات، ولو عندكم أي سؤال سيبهولي تحت وأنا هرد عليكم إن شاء الله. أشوفكم في وصفة جديدة ونوديو أسمى، وبالهنا على قلوبكم.